يا ذا مساء الخير، شلونكم حبايب؟ والله اليوم اني مشتهي ان اسوي لازانيا. هاي المعكرونة اللازانيا حبايبي. طبعا انا استخدم كله زيت الزيتون، طماطة، لأن بصل وثوم ولحم مفروم، لحم مفروم وبصل وثوم. وهاي اللازانيا حبايبي شوفوا، خليتها هنا أنا اسلقها نص سلق حبايبي، وخلي عليها بين واحد. اخلي اللازانيا هذه اللي هي هذه بسويها، واخلي اللحم بعد ما اكملها طبعا، واخلي شويه من هذا موزاريلا جبن، واخلي قطعه اخرى ثانيه، وهكذا تصير 3 قطع. وبعدين اخر شيء اخلي عليها جبن. راح استخدم هذا اللي مستوي جيت من العمل، فقلت هذا شو اسوي. طبعا هذا طوي هم حلو، زين. طوي شاي، عندي طوي شاي وعندي طوي مال حليب وشاي. هذا حليب وشاي وهذا طوي مال الشاي. تنشف هسه مع عيني، وبعدين تشوفون شنو النتيجة ايش اسوي. تنشف واخلي زيت الزيتون هذا اخليه واحمسه شوية، بعدين احمس اخلي الطماطم فوقها. بعدين بالنتيجة راح تشوفوها حبايبي الغاليين. اشتهيت شو اسوي قلت خلنا نشوف اسوي هيجي اكله. فحبايبي خليت قطعة من المعكرونة اللي هي هاي القطعة، خليت قطعة جواها هسه، وخليت هذا اللحم طبعا كمية من اللحم، والخليط هذا اللي سويته اني. هسه شو راح نخلي شوية من الموزاريلا، جبن الموزاريلا هذا، وفوقها نخلي هاي العملية. شوفوا، واحد يعتمد على نفسه، إذا ما عنده زوجة يعتمد على نفسه ويسوي اللي يسويه. هسه فوق عشان حنسوي حبايبي حنخلي طبقة من الشعرية هذه اللي هو اللازانيا، نخليها هنا، ونخلي لحم من هنا، وهكذا يعني نسويها طبقات محددة. بعدين نخليها مباشرة هنا على هذا الطباخ او هذا الفرن اللي موجود. زين حبايبي، وخلي من نطلعها ناكل ونشوف. حبايبي جاهز، راح اخليه بالفرن مباشرة. طبعا الفرن شغلته وخليته مباشرة. خلينا نشوف، خليه ونشوف ايش قد راح نبقي. تقريبا يمكن نص ساعة ربع ساعة، وبعدين اول مرة نشغل الجوة وبعدين نشغل الفوق. شوفوا حبايبي، شغلت الجوة بعدين نشغل الفوق والجوة. زين حبايبي، يلا عين. وايضا درجة حرارة الى 180 تقريبا، واسكره. توقعوا ويانا حبايبي. شوفوا حبايبي، هذه النتيجة اللي طلعت. هاي عندي شطل، وهاي عندي السكينة، وراح احاول اقصها من هنا. يا ويلي حبايبي، يا ويلي ريحة الجبن، ويلي. شوفوا حبايبي شلون بالصورة هيجي 4 قطع. شوفوا هني، وتقصص شوفوا شلون. شوفوا الطبقات اللي صايرة. شوف حبايبي، واو. شوفوا الطبقات، واو. الطبقات الحلوة الجميلة. شوف ما شاء الله. هاي أول مرة مسويها، ما شاء الله بارك. حتى بيها سوق. شوفوا هاي كلها طبقات، وهكذا. بس واحد شوي ياكل على اساس انا راح اكلها كلها. لا بالله ولا اكل. ليش؟ لان وحدي انا تلفزيون وهذا. هاي وحدي، فما اكل شوية قطعتين بس. حاول انه واحد يعتمد على نفسه مثل ما يقول. زين،
ضجنا من الأكل، ولو أنا ما أكل والله صدقوني حبايب، أبل ولا أكل، والله ما أكل حتى خبز. هسه تشوفون هذا، لكن لا خبز ولا الخبز أنا بطلته زين، يعني بس الصبح آكل خبز. يلا حبايبي تعالوا تفضلوا وياي، أكلوا وياي وجربوها، تحاولون تجربوها تعتمدوا نفسكم، خاصة الشباب اللي بالغربة. زين حبايبي، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويسلمكم. لا تعتمدون، يعني إذا كانت زوجتك ما موجودة مريضة تحاول أنت تسوي أكل بدالها، ما بيها شيء، مساعدة حلوة. إذا كنت أنت على سفر أو بسفر أو بالغربة أو هذا، فأكيد راح تسويها أنت وراح تشبعون إن شاء الله. وهاي تعتبر وجبة كاملة ووجبة طيبة. وألف عافية حبايبنا الغاليين. لا تنسونا باللايك والشير، واللي ما يحب، لأنه ما يحب يتعلم هذا خليه يدخل على القناة مالتي ويتعلم. وكذلك أيضا القناة الأولى أيضا تحاولون تسوون لايكات وتشتركون بيها اللي ما مشترك بالقناة. حبايبي تحياتي لكم، عيني وأمي تكونوا مع ألف سلامة. هاي بالعمل حبايبي، جت وكلتها، اعطيتها شوكولا شوية، هاي الشوكولا شوية أكلت، اعطيتها كيك أكلت، وهسه نامت. هاي هالو، هاي هالو. Kom. Hallo. Hier. Zo, smakelijk. Deze. Ook deze. هالو Ook deze. توتس. Good boy, good boy. هالو